اليوم رح نحكي عن التحرش. شوفوا، هاي منا أول مرة بحكي عن التحرش. حكي عنه قبل بإنستغرام، ما كنت أطلع أنا، يعني كنت بس أكتب. فبوقتها وصلني كتير مسجات من بنات، خلينا نقول اعترافات، ما بعرف، أو يعني صارحوني بقصص صايرة معهم، تحرش، اغتصاب، قصص بتقرف. يعني ما بعرف كيف المجتمع بعده مصر على انه شو كنتي لابسة، انتي غريتي ليه؟ ليه؟ قطع قدامي فيديو ما بنساه ولا رح انساه، وهو اصلا اللي هيك استفزني لاعمل هالفيديو. جماعة فيديو مجمعين فيديوهات مقاطع، يعني من كتير دول، يعني ما في جنسية نفس الجنسية فيديوهين مثلا، لا مجمعين من كل الدول. الفكرة انه ما كانوا، يعني الفيديو ما في تحرش بالنسوان، ما في اغتصاب نسوان، ما في شيء، ما في بنات بالفيديو، يعني ما حدا منهم عم يدق ببنت. قصص كتير غريبة، يعني اللي عم يتحرش بسيارة، اللي عم يتحرش بعمود، اللي عم يتحرش بمانيكان. القصص انه وساكن بتسأله شو كانت لابسة. حتى لو يعني عم يتحرشوا بقصص ما فيها روح اساسا، وهول بقى يفرق معهم شو كانت لابسة. حتى لو كانت لابسة نقاب، جلباب، ومغطية من فوق لتحت، حتى اذا ما كانت مبينة اذا سمعوا صوتها، شو عم بصير؟ لا عن جد، اذا اسا بسمع شو كانت لابسة، اللي بيسأل هالسؤال بده قتل. التحرش لا إله مبرر ولا إله أسباب. يعني قبل أنا كنت مقتنعة، وقتها سمعت للشيخ كان عم يقول التحرش إله أسباب بس ما إله مبررات. يعني ما فيك تيجي تبرر لمتحرش إنه يمكن هي أغرته بلبسها، يمكن ما في مبرر، بس في أسباب إنه أوكي والله هي كانت لابسة كتير قصير، فان يعني جرته للرذيلة. لوقت صار قدامي شي وعن جد غير لي كل فكرتي. إنه يعني تخيلوا انه هو بس كان ناطر بنت تقطع قدامه شو ما كانت لابسه، المهم بنت تقطع قدامه ليتحرش فيها، بس ما كان فارق معه شو كانت لابسه، لانه هو كان قاعد وناطر. هالقد كان واطي. وما هون بتوقف يعني ما انه والله بس خلص في ابن 60 حرام متحرش ببنت فهون خلصت. اول شيء المجتمع ما بيوقف مع البنت. تاني شيء هي وعم يعني مثلا هي ماشي وحدا تحرش فيها، المجتمع اللي بيكون مقبور واقف يقطع عمركم، المفروض تنقبروا، تدافعوا لهيدي البنت، تقفوا حدا كأنكم أهلا، لأنه ممكن تصير بوحدة من عائلتكم يا بجم. يا بجم، والله ما بينقلكم إلا هيك. يومتها أنا استغربت، يعني أنا كنت كتير مصدومة إنه كان في عسكري واقف. أنت عسكري، أنت يعني المفروض إذا بتدعس على راسه وهو ما يتنفس تحت إيدك، يعني ولا يقول ممنوع، أنت عسكري. كان واقف عم يتفرج.